السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم أحلى متابعين ومشاهدين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى عملنا فيديو بقى أو وصفة لذيذة جدا لولادنا، هتمدهم بالطاقة وفيتامينات ومعادن كل حاجة بقى انتوا عايزينها في زبدة الفول السوداني. هنعمل زبدة الفول السوداني وهنحشيها بالتمر زي ما انتوا شايفين كده، او هنحشي التمر بيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حاجة مغذية لولادنا عشان المدارس وهتنفعهم في اي وقت. طبعا زبدة الفول السوداني بتتباع غالية برا، وبنعملها في البيت انضف واوفر طبعا. اوكي. زبدة الفول السوداني لها فوائد كتير، هي بتحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، منها المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، وغنية بمضادات الأكسدة، وغنية بالدهون الصحية وبالألياف الغذائية. تمام. والوقت قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. جبت كوباية فول سوداني، ده بنجيبه من عند مستلزمات الحلويات، بيبقى كده متقشر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بكون مسخنه الفرن وبدخله في الفرن يتحمص شويه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اوكي. بسيبه يهدى شويه. بعد كده هجيب المطحنه اللي عندي واحط الفول السوداني فيها بعد ما اتحمص، يدبك يبقى دافئ سنه كده. تمام. وهحط رشه ملح، وهنطحن الفول السوداني الجميل ده في المطحنة. شايفين مراحل الطحن بقى؟ انا هوريكم بقى المراحل بتاعة الطحن. شايفين؟ احنا قلنا على فوائد زبدة الفول السوداني، دلوقتي هقول لكم على فوائد التمر. هو بيحافظ على سنة الأسنان من بيحافظ على الأسنان من التسوس عشان مادة الفلورين. تمام. شايفين انا هنا عملتها خلاص، طحنتها خلاص اهو لما بقت بالشكل الجميل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لون وقوام تحفة. بعد كده بقى للي حابب ده اختياري، دي معلقة عسل نحل صغيرة هنحطها عليها. طبعا عسل نحل وتمر وزبدة فول سوداني حاجة مغذية جدا، حاجة صحية لولادنا. وبعدين التمر بيعالج فقر الدم عشان بيحتوي على الحديد والنحاس، بيعالج العظام بيحتوي على الكالسيوم، بيمد الجسم بالطاقة ويقلل الجوع عشان بيحتوي على السكريات. هنا بقى انا جبت كام تمراية كده غسلتهم وبنشفهم. يا جماعة بيغسلوا التمر قبل ما تاكلوهوش كده من غير غسيل. بنشفه هنا بمنديل مطبخ، وهشيل النوى اللي جوه، واحط هحشيه بقى زبدة فول سوداني. شايفين كوباية الفول طلعت لي كمية حلوة من زبدة الفول السوداني اهي. هي بعد ما نعملها ونخلصها نعبيها في برطمان نحفظها. اوكي. طريقة سهلة جدا ومخدتش وقت. وطبعا جربوا التمر بزبدة الفول السوداني، حاجة كده تحفة بجد. جربوها يعجبكم ان شاء الله. ممكن نعمل بقى زبدة الفول السوداني دي سندوتشات للولاد وهم رايحين الصبح المدرسة او رايحين تمرين او اي مكان يعني. هتمدهم بالطاقة وهتبقى حاجة صحية، حاجة طبيعية صحية. تمام. شايفين شكلها عامل ازاي، او شكل التمر عامل ازاي؟ وصفة سهلة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. سيبكم في رعاية الله وامنه.